النهاردة هعمل معاكم المعمر زي ما انتوا شايفين. فانا جبت حمام، فقلت هعمل بقى المعمر بالحمام اللي انتوا شايفينه ده. انا اول حاجة بحب انقع الرز في اللبن. من الصبح كده غسلت الرز ونقعته في اللبن، وحطيت معاه علبة القشطة والملح بتاعه، وسبته بقى منقوع كده، علشان انا ما بحبش الرز بتاع المعمر يكون مفلفل او ناشف، بنحبه يكون طري. فبسيبه منقوع كده في اللبن من الصبح لحد قبل الغدا بساعة ولا حاجة، وبدخله الفرن. نيجي نشوف بقى الحمام بتاعنا. انا جبت الحمام فلقيت معظمه مقطوع زي ما انتوا شايفين كده، مش هينفع ان هو يتحشى. تمام كده، نقيت كل اللي هو مقطوع مش هينفع يتحشى، وقلت هحطه في المعمر ونجربه مع بعض ونعمل حاجة مختلفة. اول حاجة هتبل الحمام بالملح والفلفل، ندعكه كويس كده، ملح وفلفل. هنتبل الحمام من بره ومن جوه كويس بالطريقة دي. طبعا مش هينفع ان احنا نحط الحمام في المعمر وهو ني كده، ما ينفعش عشان بيكون زفر. فطبعا بعد ما هتبله هبدأ ان انا اشوحه الاول على النار. هنحط طاسة مع معلقتين 3 كده سمنة، وهبدأ ان انا احط الحمام بتاعي يتشوح كويس. تمام كده، هخليه يتشوح كويس من كل ناحية بعد ما تبلناه، ياخد لون. والسمنة طبعا اللي هتتبقى او الصوص اللي هينزل منه مش هنرميه، برضو هنحطه على المعمر يدي طعم حلو. تمام كده، هبدأ اقلبه كل شوية من كل ناحية كده. الناس اللي ما بتعرفش تعمل الحمام المحشي، طبعا الطريقة دي هتعجبهم جدا. تمام كده، خد لون من كل ناحية. هجيب بقى الصينية بتاعتي وهبدأ احط فيها الرز اللي احنا نقعينه في اللبن، وهحط الحمام بالطريقة دي. بخلي الحمام البطن جوه مقلوب على بطنه كده زي ما انتوا شايفين، لان الصدر بتاع الحمام هو اللي بياخد سوا اكتر. فببدأ ان انا انزلها كده بالطريقة دي، وهحط بقية المعمر بتاعي كله. طبعا احنا حاطين القشطة، هبدأ ان انا احط السمنة اللي اتبقت من تشويحة الحمام، وبرضو هحط معلقتين 3 من السمنة البلدي على الوش. طبعا المعمر بيحب السمنة قوي والقشطة، طبعا كل ما هتديله كل ما هيبقى اطعم. معلش هو ما يتعملش الا كده، قشطة وسمنة بلدي ولبن. تمام كده، هدخله الفرن. طلع زي ما انتوا شايفين، قعد في الفرن تقريبا من نص ساعة لساعة الا تلت، وطلع بالشكل ده ما شاء الله. شكله تحفة. نبدأ نشوف
الرز بتاعه شكله ايه. طبعا الرز بتاعه طلع تحفة، انا ما بحبوش ناشف زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. رز حلو جدا، يعني مش ناشف ومش معجن، وسط. انا بكتر اللبن في المعمر شوية عن المسموح للرز، يعني كمية الرز بزود اللبن بتاعها شوية عن المية. يعني لما بنيجي نعمل الرز في العادي بنحط المية قد مقدار الرز، لا انا في المعمر بحط اللبن ازيد شوية عن مقدار الرز بتاعي عشان ما يبقاش ناشف، وعلشان يديله طعم والشكل يبقى زي ما انتوا شايفين كده، غير طبعا القشطة والسمنة اللي بيتحط عليه زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، مستوي وجميل جدا، بس هو سخن انا مش عارفة امسكه والنور مقطوع، فمعلش استحملوا. طبعا انا ندمت ان انا ما حطيتش الحمام كله، يعني حطيت الحمام بس اللي مش نافع يتحاشى، لان انا لقيت طعمه خطير بصراحة، احسن من الحمام المحشي. فقلت اما اجرب معاكم، بس لقيته طبعا طعمه خطير جدا وحلو ومختلف، وبألف هنا وشفا.